واخيرا توفر عنا البيض، فاجى على بالي اعمل شكشوكه. حسب المتوفر من المكونات راح احط واستخدم. حطيت هنا السمن والزيت النباتي، وراح احط عليهم الثوم والفلفل الاخضر الحار، وراح احركهم مع بعض حتى يتبنوا معي. وبعدين ضفت معلقتين كبار من المعجون الطماطم، وراح اضيف عليهم الشطه كمان، وهذه حسب الرغبه وحسب الاختيار. انا بحب يكون حار فبضيف كل المكونات الحاره عليه. وبعدين راح اضيف شوي، طبعا هنا راح اضيف الفلفل الاحمر، هو الاساسي طبعا في هذه الاكله، اللي هو الفلفل الاحمر المخروط. وبعدين راح احركهم مع بعض. مع بعض بضيف شوي من المي، مش كتير، مجرد ما يغلي معي راح اضيف عليهم البيض. ضفت البيض طبعا هان فيك تخليه بهذا المنظر، انه بسموه بيض عيون على الصوص من غير ما تحركيه، وبتحطي عليه رشة الملح والفلفل الاسود وبتغطيه على نار هادية حتى يستوي تماما. لكن في اختيار تاني، ممكن انك تحركي البيض مع الصوص الحار، فانا حبيت اني احركه البيض مع الصوص الحار بهذا الشكل، كله يمتزج مع بعضه على نار هادية حتى يستوي معي. وبهذا الشكل بالاخير راح ارش عليه الفلفل الاسود، وهيك بيكون جاهز للتقديم. وصحة وعافية.